حصاد الجنوب أهلا بكم. بحث الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في لقائه ريتشارد أوبنهايم سفير بريطانيا لدى اليمن اليوم الخميس مسار السلام. اللقاء تطرق إلى مجلس القيادة الرئاسي من المفاوضات مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لتمديد الهدنة ووقف إطلاق النار، والخطوات المطلوبة لوضع قضية شعب الجنوب في مسارها الصحيح في العملية السياسية، حيث جدد الرئيس الزبيدي التأكيد على أن قضية شعب الجنوب ستوضع في إطار خاص بالعملية السياسية منذ بدايتها وفق ضمانات تلبي معايير خصوصيتها وتطلعات أبناء الجنوب. عبر المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية العبر بمحافظة حضرموت عن رفضه القاطع لتطاولات غير قانونية على أملاك مواطني المديرية من قبل ما تسمى شركة الأبراج للاستثمار العقاري ومقرها في محافظة مأرب اليمنية، وتوزيع قطع أراضي كهدايا لأشخاص في مخطط مزعوم لها في المديرية باسم مدينة الرحاب السكنية. قيادة انتقالي العبر عبرت عن استغرابها كيف تم تخطيط هذا المشروع العقاري بدون علم الجهات الرسمية في حضرموت، مؤكدة الوقوف بحزم والتصدي بكل الوسائل لسياسة الاستيطان وتغيير التركيبة السكانية التي تنتهجها جماعة الإخوان وغيرها من القوى اليمنية المحتلة في منطقة العبر. عمم محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي اليوم الخميس قرارين لوزير الكهرباء. قضى الأول بتكليف المهندس مازن عبد الحكيم صالح بن مخاشن للقيام بأعمال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء منطقة ساحل حضرموت، بالإضافة إلى الإشراف على الإدارة العامة للتوليد بالمنطقة. فيما قضى القرار الثاني بتكليف المهندس خالد محفوظ أحمد بحريش للقيام بأعمال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت ومشرفا على الإدارة العامة للتوليد بالمنطقة. رياضيا، بلغ فريق شباب المعلى نصف النهائي دوري الهوكي الرمضاني لكرة القدم بمدينة كريتر. تأهل شباب المعلى جاء بعد فوزه على فريق اتحاد العريش ب4 أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الخميس في إطار مواجهات دور الربع النهائي من البطولة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.